بسم الله الرحمن الرحيم، اخواتي وحبايبي. اول حلقه ليا على اليوتيوب، بتمنى تدعموني بلايك، سبسكرايب، تفعل الجرس يصلك كل يوم حلقه. هيجي كل يوم حلقه ان شاء الله فيها اخبار الكوره في مصر وكلها اهلي وزمالك وصفقات رايحه وميركاتو شتوي وميركاتو صيفي وكل حاجه. النهارده حلقتنا فيها معسكر النادي الاهلي، مباراه سيراميكا بكره. حلقتنا فيها صفقات الاهلي اللي جايه واللي ماشيه واللي مش هتيجي واللي مش هتكمل. وحلقاتنا فيها صفقات للزمالك واللي هيمشي واللي هيجي وبرضه مش هيكملوا والكلام ده كله. فيها كلام عن زيزو اللي عمله مع منتخب الاولمبي واللي عمله مع عادل مصطفى او الكابتن عادل مصطفى. حلقتنا فيها الاهلي فاضل له كام بونت ويحسم الدوري رسمي. حلقتنا فيها ارقام قياسيه لمارسيل كولر. نبدا حلقتنا على بركه الله بمعسكر النادي الاهلي. الاهلي دخل معسكر لمباراه سيراميكا بكره ان شاء الله، وثلاثة بونت هيبقوا مهمين جدا برضه في حسم لقب الدوري للنادي الاهلي. المعسكر كل اللعيبه فيه مفيش حد مش موجود الا المصابين، واليو ديانج سافر خلاص السعوديه مش موجود. الاهلي دخل المعسكر فيه مصطفى شوبير، محمد الشناوي، مصطفى مخلوف، مروان عطيه، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، كريم فؤاد، اللعيبه كلها يعني. آه، حلقتنا فيها النهارده كلام عن صفقة النادي الأهلي. يحيى عطية الله. يحيى عطية الله، نادي بيراميدز دخل في الصفقة بقوة. نادي بيراميدز دخل في الصفقة بقوة. بيراميدز قدم عرض للنادي الروسي. النادي الروسي طبعا كلنا كنا عارفين ان طالب 2 مليون دولار، والنادي الأهلي كان حاطط مليون و700 ألف دولار، وما كانش راضي يزود العرض عن مليون و700 ألف دولار. فكان الراضي الفريق الروسي كان رافض الكلام ده. النهارده نسمع ان بيراميدز دخل في الصفقه، فعايزين بقى نعرف الصفقه بدل ما كانت 2 مليون دولار هتطلع لكام، والاهلي هيحط ليفل كام. طب ما انت كان قدامك 2 مليون دولار مش وحشين على لاعب باك شمال انت محتاجه. يعني انت اصلا كنادي اهلي محتاجه، مش محتاجه. انت ما عندكش بديل لعلي معلول، بتلاعب كريم فؤاد باك شمال وده مش مركزه اساسي. عندك كريم الدبيس مش مقتنع بيه مارسيل كولر ان هو يشيل اسم النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي كباك شمال. فخلاص لاعب انت محتاجه اجيبه باي ثمن. مليون و700 الف دولار يعني من 2 مليون دولار مع لاعب مهم، ولاعب كلنا عارفين ان هو هيفيد النادي الاهلي، وكلنا عارفين ان هو هيبقى بديل كويس لمعلول. حكم اللي شفناه، يعني احنا لاعب شفناه في الملعب. طبعا كل شيء بإرادة ربنا، طبعا ان هو يأدي كويس او ما يأديش كويس بتوفيق ربنا يعني. فبيراميدز دخل في الصفقة، واحتمال كبير قوي الصفقة تطلع من 2 مليون دولار وانت طالع بقى. شوف بقى النادي الاهلي يعمل فيها ايه. يعني انا على ما اتوقع ان هي هتبقى زي صفقة زين الدين بالعيد. النادي الاهلي بيشوف دلوقتي بديل للصفقة ديت، لانها هتبقى زي صفقة بديل زين الدين بالعيد. والاهلي بيشوف بديل لصفقة يحيى عطية الله. لو هتزيد عن 2 مليون دولار الاهلي مش هيجيب اللاعب، واللاعب يبقى بعيد عن النادي الاهلي. نيجي لصفقه محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان مش مؤكد برضه، مش مؤكد لان في برضه مطلوب برضه 2 مليون دولار. الاهلي مش عايز يدفع في لاعب اجنبي 2 مليون دولار. اما انت جبت موديست ودفعت له 2 مليون دولار ولا 2 مليون و500 الف دولار وما قدمش اي حاجه. محمد علي بن رمضان معروف، معروف عندنا كاهلاويه، ومعروف عند الكره الافريقيه والكره العربيه، وكل الناس شافوا اداء محمد علي بن رمضان كان فارق جدا مع منتخب تونس ومع فريقه كان الترجي التونسي. محمد علي بن رمضان في كلام ان برضو الصفقه دي هتبوظ، وكولر مستاء جدا من الصفقات اللي عماله كل ما يطلب لاعب من اداره الاهلي تفشل انها تجيبه. كولر مستاء جدا، يعني خد مني الكلام ده ان كولر مستاء جدا من مجلس اداره النادي الاهلي. نيجي بقى للي مشي. اليو ديانج مشي. السوليه مشي. السوليه في كلام كتير ان هو ماشي، يعني عمرو السوليه في كلام كتير جدا ان جاي له عرض من نادي السواحلي الليبي، واحتمال كبير ان هو ماشي. طب واحد يقول لي طب يا عظيمه هو مين بقى اللي هيلعب بقى في نص ملعب الاهلي لما اليو ديانج هيمشي وعمرو السوليه هيمشي والقندوسي مش راجع؟ طب هيبقى مين عندنا؟ امام عاشور ومروان عطيه بس. حابب اقول لك ان الاهلي هيبقى عنده مروان عطيه، امام عاشور، احمد نبيل كوكا، اكرم توفيق، وفي كلام كبير عن النني، محمد النني. محمد النني في كلام كتير جدا انه مطلوب
وان مارسيل كولر معجب بادائه، وان يعني النني بنسبه كبيره هيبقى في النادي الاهلي لو محمد علي بن رمضان ما جاش النادي الاهلي. نيجي بقى لمارسيل كولر. مارسيل كولر على اعتاب يحقق رقم تاريخي غير مسبوق لاي مدرب جه الدوري المصري. مارسيل كولر قدامه 7 ماتشات في الدوري، بما فيهم مباراه سيراميكا بكره ان شاء الله. الاهلي عنده 69 بونت وبيراميدز عنده 69 بونت، والاهلي فاضل له 7 ماتشات ب 21 بونت. 21 بونت. مارسيل كولر لو كسب ال7 ماتشات كلهم، مارسيل كولر هيبقى عدى رينيه فايلر في النقط. رينيه فايلر اكبر يعني المدرب الوحيد اللي كسب اكبر نقاط في الدوري المصري، كان ب 89 نقطه. كولر لو كسب ال7 ماتشات هيبقى 90 نقطه. 90 نقطه. والاهلي فاضل له كام ماتش بقى عشان يحسم الدوري؟ النادي الاهلي فاضل له 12 بونت. 12 بونت انت من 21 بونت لو خدتهم 3 ماتشات، يعني عندك سيراميكا بكره، البنك الاهلي يوم 1 اغسطس، يوم 4 اغسطس المقاولين. بنسبه كبيره الاهلي هيحسم الدوري في مباراه المقاولين باذن الله. باذن الله يعني الاهلي يكسب سيراميكا، يكسب البنك الاهلي، يكسب المقاولين، كده حسم الدوري رسميا. رسميا يبقى الدوري في الجزيره. بس على ما اعتقد ان مارسيل كولر عايز يحطم الارقام، عايز يحطم ارقام رينيه فايلر. ومارسيل كولر بكره لو كسب هيبقى عمل 17 فوز متتالي ويتساوى مع مانويل جوزيه. لو كسب الماتشين اللي بعديهم هيبقى برضو اكبر فوز متتالي يتكتب باسم مارسيل كولر. نيجي بقى لزيزو. احمد السيد زيزو او احمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، لاعب كبير، لعيب ما حدش يختلف عليه اهلاوي او زملكاوي. في حمله كبيره جدا عليه على السوشيال ميديا عموما، مش على الفيس ولا على اليوتيوب ولا على التيك توك ولا الكلام ده، على السوشيال ميديا عموما في حمله كبيره جدا على احمد السيد زيزو من قبل اصلا ما يعترض على تغييره. يعني هو من قبل ما يعترض على تغييره في مباراه المنتخب الاولمبي وهو متعرض لحمله جامده جدا. احمد السيد زيزو غلط في ان هو شوح وان هو عمل اللي عمله يعني اثناء التغيير، بس محدش يختلف ان احمد السيد زيزو او احمد مصطفى زيزو هو اللي يعني نادي الزمالك، هو اللي شايل نادي الزمالك، وهو بقاله 4 سنين بمستوى ثابت، لعيب كبير ولعيب ما يختلفش عليه اتنين، لعيب كبير يعني. يا ريت ما نقللش لاحمد السيد زيزو او نصفي حسابات، علشان انا شايفها هي تصفيه حسابات. يعني شايف ان الناس جايه على احمد السيد زيزو دي تصفيه حسابات، مش شايفها غير كده. جمهور الزمالك بيشجع الشيبي في المدرجات، فانا كجمهور اهلي استنى اي حاجه تحصل مع زيزو علشان اطلع اهاجم زيزو واقلل منه. يا جماعه يعني احنا كاهلاويه كان من فتره كنا بنقول نفسنا احمد السيد زيزو يجي الاهلي. ما انت مش هتقول على لاعب كبير زي احمد السيد زيزو نفسه يجي الاهلي الا لما هو يكون لاعب كبير. مش هنضحك على بعض، انت عارف وانا عارف وكل الاهلاويه والزملكاويه وكل اللي متابعين الكوره في مصر عارفين ان احمد السيد زيزو. بتمنى يعني لو الحلقه عجبتكم لايك، اشتراك في القناه، تفعل الجرس، كومنت كده حلو لاخوك، صلي على النبي، اي كومنت حلو لاخوك. السلام عليكم.